انتوا نسيتوني ولا ايه؟ انا عمر من قناة يوميات عمر وسلمى. بس المرة دي انا هشرح على الورق. فياريت ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس وكمان تعليق عشان تشوف فيديوهاتنا اول باول. وازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر من قناتكم يوميات عمر وسلمى. المرة دي هناخد ايه؟ عصر الدولة الوسطى او عصر الرخاء الاقتصادي. يعني ايه عصر الرخاء الاقتصادي يا مستر؟ عصر الرخاء الاقتصادي عبارة عن كان فيه اللي هو الاقتصاد كان حلو ساعتها. طيب معناها ايه برضو يا مستر؟ طيب تعالوا ناخد السؤال ده واقول لكم معناها ايه. بما تفسر سمي الدولة الوسطى بالعصر الرخاء الاقتصادي؟ طبعا النهوض بالزراعة والصناعة والتجارة، تسهيل المحاجر والمناجم، تقدم الآداب والفنون والعمارة، وحفر قناة تيزوستريس. نفهم بقى ايه من الاقتصاد. الاقتصاد عبارة عن ايه يا حبايبي؟ طبعا انتوا واخدينها السنة اللي فاتت اللي هي صناعة وتجارة وزراعة. صناعة وتجارة وصناعة. دلوقتي هو قال اهو في السؤال زراعة وصناعة وتجارة. دلوقتي كانوا مهتمين بالزراعة والصناعة والتجارة. يعني كانوا مهتمين بالتجارة اللي جوه البلد واللي برا البلد. اللي هيسأل برا البلد وجوه البلد الاتنين. وكانوا مهتمين بالزراعة والصناعة. وهنفهم اهتمامهم ده يعني ايه الدليل ان هما كانوا مهتمين ساعتها. ناخد بقى عصر الدولة الوسطى. كانت تشمل كام أسرة؟ ونسيت اقول لكم في الأسر او في التاريخ انت لازم تكتب ورايا عصر الدولة الوسطى، عصر الدولة القديمة، عصر ال السر العتيقة وعصر العتيق. ده انت لازم تكتب العصر ده بيشمل كام أسرة وتحاول تحفظه، لأن ده بيجي في الامتحان كتير. عصر الدولة الوسطى كان بيشمل كام أسرة؟ أسرتين، أسرة 11 والأسرة 12. طيب هما ايه الأسرة 11؟ لا احنا مش هناخد ولا واحد فيها. يعني الأسرة 11 مش هناخد ولا واحد فيها. طب الأسرة 12 عندنا ام نم حياة الأول. احفظها كده، ام نم حياة الأول. لازم تحفظ التشكيل أو الحروف. ام نم حياة الأول. بعد كده سنوسرت التالت. بعد كده ام نم حياة التالت. ما تقولش التاني، لا التالت، عشان احنا بناخد أشهر الملوك مش الملوك كلها. طيب ام نم حياة الأول ده هو عبارة عن ايه؟ هو ايه؟ هو آخر ملوك الأسرة 11، أو كان وزيرا لآخر ملوك الأسرة 11. ثم أعلن نفسه ملكا على مصر عام 2000 قبل الميلاد. يعني اللي احنا عرفناه يا مستر إن هو آخر ملك في الأسرة 11 كان عنده وزير، وبعد ما مات بقى أعلن نفسه وقال إن أنا هبقى ملك على مصر سنة 2000 قبل الميلاد. طيب هو ايه سبب الاضمحلال او عصر الاضمحلال اللي فات؟ يعني كان ايه سببها ايه؟ ليه كان في ضعف ساعتها؟ بسبب اللي هو ايه؟ زيادة نفوس حكام الاقاليم. يعني حكام الاقاليم كان نفوسهم عالية وكانت الدولة بتقع. طبعا هو فكر في الفكرة دي عشان كان وزير لآخر الأسرة 11، لآخر ملوك الأسرة 11. أخضع حكام الأقاليم واحتفظ معاهم بعلاقات ودية، ولم يسلبهم سلطتهم مقابل أن يقدموا الولاء والطاعة له. طب نفهم من كده إيه؟ إن هو سيطر على حكام الأقاليم، عمل ودية معاهم، قال لهم بصوا أنا مش هسلب منكم ولا السلطة ولا أي حاجة، بس انتوا تقدموا لي الطاعة والولاء، ولا يعني زي إيه، أنا هخدمكم وانتوا تخدموني كده بالظبط. طب وتاني حاجة، نقل عاصمة البلاد من طيبة إلى مدينة إيسيتاو. إيسيتاو اللي هي الجيزة حاليا. طيب تعني القابضة على الأرضين أي الشمال والجنوب. يعني هي كانت مقابلة على الأرضين والشمال والجنوب. طيب عمل إيه تاني؟ أمن الحدود البلاد
من غارات الآسيويين والليبيين. الليبيين فين؟ في الغرب يا مستر. طيب الآسيويين في الشرق يا مستر. يبقى كده أمن الحدود الشرقية والغربية، بس الأصح واللي هتتحسب لك صح في الامتحان من الآسيويين والليبيين. طب عمل ايه تاني يا مستر؟ أنشأ الأسوار اسمها ايه؟ النمحات المبجل على اسمه ببلاد ايه؟ النوبة. طيب مين تاني علينا يا مستر؟ علينا سونوسرت التالت او الملك سونوسرت التالت. طبعا لما احكي لك عن سونوسرت التالت معناها القوة وقوة الشخصية والعدالة في الحكم واهتمامه بالتجارة الخارجية. معناها ايه يا مستر؟ تعالوا ناخد مميزاته الأول، بعد كده نقول معنى الحاجات دي كلها. عمل ايه أول حاجة؟ حفر قناة تيزوستريس. طب احفظها ازاي دي يا مستر؟ احفظها بالملك بتاعها، ان الملك بتاعها فيه 2 سين والقناة ذات نفسها ب3 سين. تمام. سيزوستريس دي قناة زيزوستريس اللي مين حفرها؟ سونوسرت التالت. طب ايه تاني يا مستر؟ طبعا عمل ايه بعد ما حفر قناة سونوسرت زيزوستريس قصدي؟ ترتب على ذلك زيادة الصلات التجارية مع سوريا وفلسطين يعني وجزر البحر المتوسط زي قبرص وكريت وبلاد بونت اللي هي الصومال حاليا يعني. طب افهم من كده ايه يا مستر؟ يعني هو عمل زيزوستريس عشان يعمل الزراعة هناك؟ لا، عشان يعمل زيادة الصلات التجارية مع سوريا وفلسطين، يعني يعمل تجارة مع سوريا وفلسطين وجزر البحر المتوسط زي ايه؟ قبرص وكريت وبلاد بونت ليه الصومال. عمل كل ده عشان في الاخر التجارة تكون على قناة زيزوستريس. طبعا بما تفسر قيام سنوسرت الثالث بتشييد قلعتي سمنة وقمنة. عملهم ليه؟ طبعا لتأمين حدود مصر الجنوبية، لأن النوبة كانت بمثال البعد الاستراتيجي لمصر من ناحية الجنوب. طب احنا عايزين نعرف حاجة يا مستر. سمنة وقمنة ده القلعتين دولت أنشأهم فين؟ طبعا انت تحفظها من ملك من حياة التالت. عملهم في بلاد النوبة اللي هي اللي تحت في الجنوب. طيب عايزين نعرف فين قناة زيزوستريس. لو جينا نقرب الصورة شوية، ايه قناة زيزوستريس؟ تمام، ايه قناة زيزوستريس. طيب فين بقى قلعتي سمنة وقمنة؟ تلاقيهم تحت خالص، تحت كده، تحت بعد نهر النيل وبحيرة ناصر، بلاد النوبة. طيب بلاد النوبة تفكركم بحاجة في الجغرافيا؟ يا مستر تفكركم بإيه؟ بإن بلاد النوبة كانت هتغرق أما عملوا السد العالي. فطبعا دي معلومة عامة ياريت تشتغلوا بيها. نبدأ بقى في النمحات التالت. النمحات التالت ده يبقى بعد النمحات الأول على طول؟ لا، كان في النمحات التاني بس احنا مش هنذكره، احنا بنذكر أشهر الملوك. لو كنا يعني ذكرنا الملوك كلهم اللي كانوا هناك ما كناش هنخلص من الدراسة أساسا، لأنهم كانوا حوالي أكتر من 3000 ملك. يلا بقى نبدأ في النمحات التالت. يعتبر من الملوك العظام لأنه حرص على نهوض البلاد في اختلاف المجالات. طيب ايه أهم أعماله يا مستر؟ اهتم بتنمية الزراعة وشؤون الري. طيب دلل يا مستر، أنا معرفش هو يعني ايه اللي يثبت لي إن هو اهتم بالتنمية دي. عمل سد اللاهون ومقياس للنهر.
نهر النيل، يعني لو عمل ليه مقياس للنهر؟ مقياس للنهر ان هو يقيس المية اللي بيتزرع فيها، يعني الأراضي الزراعية زرعت قد ايه، فساعتها بيكون مقياس للضرائب. يعني لو كان المنسوب عالي، هم عارفين ان هم هياخدوا ضرائب كتير. طب لو كان المنسوب قليل، هم عارفين ان هم مش هيفرضوا ضرائب كتير. وبرضه بيبقى يعني اللي هو ايه، بيبقى تنبيه للفيضانات او الجفاف. طيب، وسد اللاهون لتنظيم شؤون الري وتوسع في الزراعة. سد اللاهون احنا عارفين ان السد احنا بنعمله عشان ننظم المية، عشان لو حصل فيضان هو اللي ياخد المية الزايدة. طب لو حصل جفاف يدينا مية اللي خدها في الفيضان. طيب، عمل ايه كمان؟ شيد هرم له في هوارة بالفيوم، يعني في منطقة في الفيوم اسمها هوارة، هو حط هناك او بنى هناك هرم. طيب، عمل ايه تاني يا مستر؟ شيد معبد إلا الضخم الذي يعرف بقصر التيه. طب ليه عرف بقصر التيه؟ لأنك أول ما تدخل فيها تتوه فيه، لأن من كثرة الممرات اللي فيه. طيب، وإيه تاني؟ بما تفسر انهيار وسقوط الدولة الوسطى؟ ده سؤال. ليه تولى حكم ملوك ضعاف بعد الملك ابن الثالث؟ ايه يا مستر؟ يعني الناس اللي كانوا في بعد الثالث كانوا ضعاف جدا. طب وايه تاني؟ صراع بين حكام الأقاليم. طب ايه اللي خلاهم يتصارعوا يا مستر؟ مش هما كانوا حلوين مع نمحات الأول؟ لا، ما هما النمحات الأول مات، ما في كده العلاقة باظت معاهم. طيب، وبينهما بين فرعون من ناحية أخرى. طيب، مما أدى إلى وقوع بلاد الفريسة سهلة للأطماع الخارجية، واستولى عليها الهكسوس لنهب خيراتها. طبعا كده احنا خلصنا ايه دور عصر الرخاء الاقتصادي او عرف عصر الدولة الوسطى. المرة الجاية هناخد عصر الاضمحلال التاني الحصة الجاية. مع السلامة.